بنتكلم ان هم اليومين دول بيدوروا على حزب ان احنا نخشه. لا يعني لحد دلوقتي ما فكرتش ان انا اخش اي حزب. طب انت كاتب يعني محاربه الفساد والوقوف ضد الفساد، ايه اهم ملفات الفساد اللي عايز تفتحها يعني؟ هو اهم حاجه في الملفات يعني الحاجات اللي واحد يا كابتن والورق هو اللي هيتكلم. يعني انا ممكن النهارده كنت اجي واجيب لك ورقه قد كده معايا. بس القصه دي مش يعني اعتقد ان بعد 25 مش هتبقى مكانها في التلفزيون ان احنا نجيب الناس. عنده ورق ففي جهه تحقيق هي اللي اكيد اللي هي تحقق في الموضوع ده. ولكن احنا عندنا قضيه كتيره جدا واهمها يعني لو جينا نفتح من اهمها مباراه الجزائر. مباراه مصر والجزائر. مصر والجزائر دي مهم جدا. اللي في السودان ولا اللي في مصر؟ لا اللي كانت في مصر هنا. اللي كانت في مصر. يعني دي مهمه جدا. دي اول عوامل الفساد اللي لازم صاحب المشكله دي وصاحب الراجل اللي كان صاحب الخطه اللي تتعمل ديت اللي توقع بينها وبين الجزائر لازم يبقى فيها عقاب. خطه للوقيع. طبعا يعني ده معروفه للجميع الوسط الرياضي اللي كانوا يعني عندهم بعض الاشخاص جوه اللي بيوصلوا كل حاجه. اكيد كلهم عارفين المعلومه دي. بالظبط. يعني احنا لازم نجيب الشخص اللي جه وجاب الناس المؤجره اللي اتفق معاهم. خلي بالك بس عشان انا قلت هذا الكلام ودفعت ثمنه غالي قوي. التوقيت. ما انا بس عشان بس تبقى عارف، يمكن انا من اكثر الناس العرضه للهجوم على المواقع، لكن لما قلت هذا الكلام مصر قامت وما عادتش، بقيت صفحات اولى اتكتب في شريط الاخبار في التلفزيون المصري لمده 48 ساعه: منع شوبير من دخول التلفزيون، ايقاف برنامج شوبير في الاذاعه، منع تعاقد شوبير كنت متعاقد مع احدى القنوات، منع تعاقد، الغاء تعاقد شوبير، الغاء بيع الدوري للقناه اللي خدها اللي هيشتغل فيها احمد شوبير. ويعني اتحصرت بشكل غير عادي، ثم بلاغ للنائب العام ورفع الحصانه عني من مجلس الشعب، واستعجال شديد جدا في رفع الحصانه عني من مجلس الشعب عشان اروح البلاغ هناك، وناس شهود وقصه وحدوته، لدرجه انه يعني انا اول مره بقول هذا الكلام. جالي تهديد من احد قيادات الامن اللي موجود دلوقتي في السجن للاسف الشديد. يعني انا ما بحبش حد، يعني اذا كان مدان يبقى ياخد عقوبته، واذا كان بريء ربنا رب يحل عنه. جالي تهديد الساعه 10:30 صباحا: تعمل كذا 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 في التلفزيون، يا اما هيحصل فيك كذا وكذا. واضطريت ان انا اعمل ده عشان في النهايه بس احافظ على اسرتي واحافظ على بيتي. لكن انه ساعتها بقى بداوا يكتبوا اسحبوا الجنسيه المصريه من احمد شوبير، لو تتذكر الموضوع. فالكلام اللي انت هتقوله ده انا بس بنبهك عشان هتتحاسب عليه. بس اتفضل. لا ما انا انا اي حاجه بوجهها او اي حاجه بقولها انا يعني بتكلم بورقه وبتكلم بقلم وبتكلم بناس عايزه. ورقه وقلم. طبعا لان الحاجات دي كلها راحت. يعني الحاجات دي يعني انتوا جبتوا اوراق؟ طبعا. لا طبعا، ما هو ما انا جبت الاوراق وجبت الناس اللي كانت موجوده وجبت الناس اللي اتبلغت تعمل ايه. جبت؟ طبعا، ما هو لازم يعني خلاص، ما انت كل واحد. انت بتتكلم جد يا استاذ؟ طبعا يا كابتن. يعني ما الكلام ده يعني للاسف الشديد ان في مشكله كبيره جدا الناس الرياضيين لحد دلوقتي مش فاهماها. الثوره اللي حصلت يعني اسبابها كلها وهدفها كلها هو الفساد ما عدا الرياضه. لان دلوقتي الناس في ميدان التحرير او كل مطالب الشعب الرياضه بالنسبه لهم اخر شيء بيفكروا فيه. تيجي دلوقتي انا دلوقتي ما باجي اطلع عند المركز عند المجلس القومي للرياضه وبقول يلا احنا عاوزين نحارب الفساد، او يلا احنا عندنا مشكله في الرياضه او فساد في الرياضه وفي اوراق وفي مستندات. ايه الاوراق والمستندات اللي انت سامحها؟ حاجات كتيره جدا، في مخالفات ماليه كتيره جدا مع مجلس الاداره. في موضوع الجزائر. موضوع الجزائر جبت مين بقى وعملت ايه؟ وديت الكلام ده لسياده النائب العام فعلا؟ ده حصل فيه بلاغ وراح للنائب العام. فاللي حصل ان احنا جبنا يعني بعض الشخصيات اللي كانت موجوده اللي اتفق معاها الكابتن سمير زاهر، اللي اتفق معاها وجابها وقعدوا وظبطوا ان منتخب الجزائر اول ما يوصل من المطار يجي بعض الناس تحدف عليه طوب، وهو اساسا كان كل الموضوع 300 متر من المطار لحد الاوتيل. يتحدف عليه طوب. انتوا جبتوا اولاد من اللي كانوا حاضرين؟ اللي كانوا موجودين. وقالوا الكلام ده؟ قالوا الكلام ده. قالوا في الاتحاد؟ لا ما قالش هناك، بس قالوا كتبنا كل الكلام اللي هم قالوه. فجينا يترمي طوب على الازاز، وبعد ما يترمي طوب يجي الاتوبيس يوصل فيحصل رعب للمنتخب الجزائري ويبتدي يقلق قبل المباراه ونعمل له شويه حركات كده. فللاسف الشديد ان بعض الناس في اتحاد الكوره جوه اتصلوا بالاستاذ محمد وراه وقالوا له ان هيحصل 1 2 3 من اتحاد الكوره من جوه. ايوه تتكلم. والراجل كان عنده خلفيه، ومع ذلك لو جبت الشريط ورجعت تاني هتلاقي ان كان في تصوير من داخل جوه اتوبيس منتخب الجزائر. يعني ناس من داخل اللي كانوا عاملين حسابهم ان كان في طوب هيتحدف عليهم. يعني ناس من داخل الاتحاد اللي بلغوا وراه؟ اللي بلغوا وقالوا ان في الناس هتعرض لكم وانتوا واصلين من المطار لحد الاوتيل. ومع ذلك ده اللي حصل واتصور، واللعيبه اتعورت، في 3 لعيبه اتعوروا، راحوا الاوتيل وشفنا الموضوع اللي كل اللي حصل ده.
ومع ذلك جابوا السواق وقالوا نقول ان اللعيبه من جوه هي اللي حدفت الطوب وكسرت، ويسال فيها دلوقتي، وموجود اللواء عدلي فايق يجي يسال على التحقيق اللي حصل فيه ايه، ان يعني التحقيق اثبت ان فعلا الطوب من بره ولا الطوب من جوه. بس اللي هو عدلي فايد وراني ملف كامل ان الطوب من جوه، وراني ملف، وراني بتاع قد كده قد كده، يعني انه من جوه، وان الاعتداء، وانه هي كانت طوبتين اللي اتضربوا من بره، وانه قصه ان الاعتداء ده مدبر، ده قصه غير صحيحه على الاطلاق وملفقه تماما، وفي تحقيقات موجوده في النيابه، والاتحاد بتثبت هذا الكلام. الكلام اللي بيقوله محمد عبد المنصف ده على مسؤوليته، لان انا دفعت ده على مسؤوليتي انا. والثلاثه اللي اتعوروا كان على يعني جم من جوه برضه ولا من بره؟ في 3 اتعوروا منتخب الجزائر، وكانوا موجودين للناس، وكان الدم نازل، وكانوا فضلوا استكمال للتمثيليه. يعني ده برضه، يعني هل هم خبطوا نفسهم من جوه ولا من بره؟ والله انا بقول لك اللي اتقال بالظبط ده، يعني انا عاوز اوصل لك نقطه الاهم في الموضوع ده، مش ده الاهم، يعني الاهم في القصه دي ايه اللي حصل بعد الموقف ده. خسرت شركه اوراسكوم هناك في الجزائر، وكسرت واتبهدلت الناس المصريين اللي عايشين هناك. خسرت شركه المقاولين العرب، وكسرت واتبهدلوا كل المصريين هناك وتعرضوا للاعتداء. خسر مكاتب مصر للطيران اللي كسرت هناك، وجت صور كل الناس. حصل احتكام ما بيننا وما بين الشعب الجزائري. خسر مصر 2-3 هم كانوا بيوردوا لنا البوتاجازات، لان هم اللي بيعملوا المصري بيصدروا لنا البوتاجاز. ما استقبلناش 2-3، كان في مشكله كبيره جدا. كان في مشكله ما بين شعبين ممكن تتصور اكتر من كده. ومع ذلك جرينا ورا الراجل واحنا بوسنا راسه، وانا كنت موجود في الحلقه هنا يوم ما كانت سمير هناك في قطر، وبس راس محمد ورا وسلم عليه وصالحه. ومع ذلك ادي الشعب الجزائري دلوقتي. يعني اسال كده اي واحد جاي من ليبيا عن طريق الجزائر، قول له بيعملوا معاك ازاي. بيجي ويقعد وياخد كل الترحيب وكل الاهتمام، وبعد كده بيوصله لك هنا. يعني معنى ذلك ان الشعب الجزائري ده هو اللي بيوصل لنا اولادنا لحد دلوقتي من الجزائر. مين اللي كان عامل المشكله دي، ومين الراجل المسؤول اللي مش عارف ان اتباع الموقف ده ممكن يحصل كده. وحصل ان في توجيه للاعلام، كان توجيه خاطئ للاعلام ان يتوجهوا في الموضوع ده خاطئ. عندي الملف. طب انا معايا الاستاذ حماده شادي، كان مسؤول العلاقات الخارجيه في الاتحاد المصري لكره القدم، وتقدم باستقالته مؤخرا، وبرضه كان عنوانها قصه الفساد، وانه لا يستطيع ان يعمل في مثل هذا الجو. مساء الخير يا استاذ حماده. مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الخير الكابتن محمد عبد المنصف. اهلا بيك يا كابتن حماده. حبيبي ازيك حماده؟ اهلا بيك يا كابتن. بالتاكيد سمع حواراتنا وسمع ما يقال، واعتقد لا انا مش سامع، انا شفت بعينيا، يعني الكلام اللي انا سامعه ده حاجات انا شفتها بعينيا، وبس بحب الفت نظرك يا كابتن شوبير. انا عارف انك انت قلت الكلام دوت من كام شهر وتهددت عشان ترجع في كلامك. الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده 100% مظبوط، بل بالعكس ده في حاجات زيادات انت ما قلتهاش. احنا ضربنا الاتوبيس يا كابتن شوبير، وكانت طوب بينزل على الاتوبيس زي المطر، ما كانش ضرب طوبتين 3 زي المطر. واللعيبه نزلت من الاتوبيس وهي داخله الفندق كان فوقيها سيل طوب، والثلاث لعيبه اللي اتعوروا فعلا. وكل اللي كان طالبه الاستاذ محمد روراوه اللي احنا اتجننا عليه لحد دلوقتي انه كان طالب اعتذار. وللاسف الشديد جه له اعتذار من اتحاد الكوره برئاسه الكابتن سمير، ان هم اللي عوروا نفسهم، وانهم حطوا كاتشب على دماغهم، وان الموضوع مش كده. انا بس عايز الفت نظر سعادتك لحاجه بسيطه جدا. اتفضل. محمد روراوه لو اراد الغاء هذه المباراه ليله الضرب، وهو عنده 3 لعيبه مصابين، وولتر ده كان موجود ساعتها، وشجاع كان مراقب المباراه، واثبتوا ان ال3 لعيبه دولت اساسيين ومتعورين، لو ما راحش التمرين بالليل الماتش اتلغى ومصر مغلوبه 3. اللي ما حدش يعرفه يعني ان هو اصر ان تتلعب المباراه، واصر انه يروح يتمرن بال3 المصابين. يعني عشان سوء النيه اللي كانت الناس بتقول عليه محمد روراوه اللي احنا بنقول عليه انه كذا. الضرب يا كابتن شوبير احنا ضربنا الاتوبيس. انت مسؤوليه كامله عن اللي انت بتقوله، عن كل اللي انا بقوله. وفي قيادات امنيه طلبت رسمي من اتحاد الكوره، ما حدش شاف حاجه والاتوبيس ما اتضربش. لا الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وانا من اول يوم قلت الكلام ده، وقلت لو النائب العام جابني في اي وقت هقول ان الاتوبيس اتضرب، واتضرب من ناس بعينهم عارفينهم، والناس ديت كانوا من المفترض ان الكوره عشان يضربوا الاتوبيس، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله، والتحقيق هيثبت صحه كلامنا. وبعدين هو مش التحقيق اثبت في الفيفا ان احنا غلطنا في الفيفا، بس خدنا عقوبه ماليه. انا قلت للكابتن عبد المنصف دلوقتي يا استاذ حماده ان انا شفت دوسيه قد كده عند اللواء عدلي فايد في مكتبه. لا اللواء عدلي فايد هو بنفسه اللي قال ما حدش يقول ان في ضرب.
وان المباحث الجنائيه اثبتت ان الاتوبيس اتكسر من جوه. الاتوبيس ما اتكسرش من جوه يا كابتن شوبير. ده اللي انا شفته، ده اللي انا وكمان معلش ده انا يعني عايز اضيف لك كمان اللي بيشدقوا بعد المكالمه بتاعه السودان، لان انا كنت مسؤول الامن في السودان. يعني انا كنت في اتحاد الكوره مع منتخب مصر، كنت انا المسؤول الامن. فانا اللي احكي لك عن اللي حصل في السودان، ورغم ذلك كل اللي حصل في السودان يا كابتن شوبير نصب واحتيال. مفيش مصري في السودان، واتحدى والبرنامج بتاعك على الهواء، اتحدى مصري يجي يقول ان واحد جزائري مسكه ضربه هو شخصيا لحد ما عوره. اتحدى. كل اللي حصل لنا يا كابتن شوبير كسروا ازاز الاتوبيسات اللي كانت رايحه المطار بعد المباراه بالظبط زي ما احنا عملنا معاهم من الهرم لحد مطار القاهره في الجمهور بتاعهم. ده اللي حصل بالظبط، وانا مسؤول عن كلامي، وانا اللي كنت موجود، وانا اللي شفت بعينيا اللي حصل. اما بقى فيما عدا اللي حصل في السودان والاعتداء على الشعب، على المصريين، وبعدين مكالمه من نجل الرئيس الاستاذ علاء مبارك، وانا في غنى عن انا اتكلم عن الموضوع دوت، مش عايز اتكلم عن حاجه عدت، لكن مكالمه الاستاذ علاء مبارك اللي كانت في التلفزيون، ويطلع طفل قاعد ورا كاميرا يبكي ويقول انت اشفي غليلنا، واللي انت قلته دوت كلام اشفى غليل كل المصريين. انهي غليل يا كابتن يا طفل ورا الكاميرا، وبتتكلم على شعب اسمه شعب الجزائر، ويطلع بعدها نجم لامع في الاعلام المصري يقول ان ده بلد المليون لقيط. انا اسف ان اقول الكلمه دي يا كابتن شوبير. انا اتمنى ان اللي قال الكلمه ديت يراجع نفسه تاني. لو حد النهارده قال على شهداء الثوره بتوع 25 يناير انهم لقطاء، انا عايز اعرف بس شعور اي واحد مصري ايه هيسمع الكلمه دي. احنا شتمنا الجزائر وقلنا ان هم بلد المليون لقيط، وده خطأ فادح يتحاسب عليه. الجزائر يا كابتن شوبير دمهم سال زينا بالظبط في حرب اكتوبر. الجزائر يا كابتن شوبير اعلنت الثوره من صوت العرب المصري، كانت الاذاعه المصريه ساعتها. الجزائر يا كابتن شوبير لينا مصالح معاها، مع اوراسكوم ومع المهندس نجيب سويرس ومصر للطيران، وعندنا مصريين، وانت تعلم تماما في باريس كم مصري متجوز جزائريه وكام جزائريه متجوزه مصري وعايشين في الجزائر وبيعيشوا ما بين الجزائر وبين فرنسا. الناس دي موقفها ايه؟ حد بقى شاف بعد المكالمه اللي حصلت من نجل الرئيس هل ممكن مصالح مصر تتضرر؟ وهو قال اكتر من مره بمنتهى الذكاء انا بتكلم على ان انا مواطن مصري، ما بتكلمش على ابن الرئيس. طبعا الكلام دوت كان كلام ما يشفيش غليل كل المصريين. وبعدها بدات القنوات كلها تشتغل، والنجم اللامع اللي قال بلد المليون لقيط. انا اتمنى ان الموضوع دوت كله على بعض كده يحال للنائب العام. نحن ندين باعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر. شعب الجزائر ضحى كتير قوي عشاننا، وزي ما قال الكابتن منصف من شويه، ما يسالوا المصريين الراجعين من ليبيا عملوا معاهم ايه. انا يا كابتن شوبير اثناء الثوره رحت الجزائر، وبعد ما الثوره انتهت بيوم واحد وصلت الجزائر الفجر. المدرب بتاع الجزائر قعد حاضني اكثر من دقيقه، وكانت الدموع كان هو بيقول لي مبروك على الثوره بتاعتكم. ولما دخلنا الاستاد ثاني يوم كان ماتش للسودان، كان في 5-6 اعلام مصريين، رحت ناحيتهم ال 15,000 متفرج قالوا تحيا مصر. ادي الناس اللي احنا كنا بنهينهم قبلها بكام شهر. كلام ده كابتن شوبير احنا اهنا ناس كتير وتحولنا مع نفسنا كتير، وما تزعلش لما حد يشتمك لما انت الكبير وبتعمل كده. ما كانش من المفترض ان اعلاميين مصريين يتكلموا في الموضوع دوت بمنتهى السذاجه عشان ابن الرئيس يتكلم. الكلام ده طبعا غير منطقي على الاطلاق، وما نتهمش الناس باسماء. وبعدين انا عارف من الذكاء هيروح رادد عليك دلوقتي قايل لك ما هم كمان شتمونا. هم شتمونا لكن عمرهم ما قالوا ان احنا لقطاء. ممكن يكونوا جابوا كابتن حسن شحاته على هيئه عروسه، بس دي جورنال موجود هناك. انا اتحدى يكونوا شتمونا في شهدائنا او في كرامتنا. احنا شتمناهم في كرامتهم. ولما نقول بلد المليون لقيط لابد ان نقدم اعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر. دول اللي عادل لنا ودول اللي باقيين. حماده قصه مليون لقيط، وانا ساعتها انا رديت رد قوي جدا وكنت واضح، قلت لا مليون شهيد ومليون ونص مليون شهيد، وقلت ما هو دور الجزائر والثوره والتحرير وكل ده معروف. لكن خلينا اقول برضو انه القصه الاولى اللي انت قلتها على الاتوبيس دي قصه على مسؤوليتك انت الشخصيه. انت لا زلت مصمم. الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وجات اوامر بان ما حدش يتكلم في الموضوع ده وما حدش يقول ان الاتوبيس اتضرب، واتوبيس الجمهور اتضرب يا كابتن شوبير. انا بس عايز اقول لها معلش بس حماده، لا انا عايز اقول انه ده كلام انت بتتحمل مسؤوليته زي ما انا اتحمل طبعا بالتاكيد. انا بقول لك على حاجه انا شفتها بعيني. اشكرك. واتوبيس الجزائر اتضرب والاستاذ محمد رمراوي موجود. اشكرك. والراجل اللي الناس كلها بتشتم فيه كان ممكن ساعتها يلغي المباراه. شكرا حماده يا شادي، اشكرك شكرا جزيلا. يعني طالما الموضوع زي ما انت بتقول انه في ناس جت وشهدت وبلغت وراح للنائب العام، خليه ياخد اطاره. بس يعني هو
انا ما احبش الفكره يا كابتن شوبير، انا هقول لحضرتك الفكره من الموضوع ده ايه؟ الفكره ان لازم اي شخص يبقى مسؤول لازم